ناعمه جدا زي كده الكيك النايتي بجد خطيره ومش مكلفه واعملها بالزيت. ايه فيروز؟ تحفه. فيروز بتقول لكم تحفه تحفه تحفه. ده ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم انا وفيروز هنعمل لكم كيك. بصوا هناخد كل اسرار الكيكه، والناس اللي بتعمل كده كيكه يائسه وبائسه وهابطه وفاشله واتعقدت خلاص من الكيكه، لا شوفوا الفيديو دوت للاخر عشان هنعرف كل اسرار الكيكه ازاي تطلع ناجحه وازاي تطلع مظبوطه مليون المية. يلا بينا نبدا في الفيديو. اول حاجه هنجهزها هنا شفشق، هنعملها في الخلاط عشان لسه هنطلع المضرب وهنضرب المضرب، لا النهارده هنعملها في شفشق الخلاط على بعض. بس كام تركه كده هخليكم تعملوا الكيكه مظبوطه مليون المية. اول حاجه هنحضر البيض جبت 4 بيضات يكونوا بدرجه حراره الغرفه، يعني البيض نخرجه من التلاجة قبلها مثلا بساعه كده ولا حاجه عشان ما ينفعش يكون ساقع. ديت اول حاجه من نجاح الكيكه. هنحطها في الخلاط. تمام. تاني حاجه بقى هي بتشتكي من زفاره البيض والكيكه بيبان كده فيها طعم البيض بيكون قوي. طب ايه نوع الفانيليا اللي هنستخدمه؟ الفانيليا اللي هي السايله. الفانيليا السايله ديت مخصوصه عشان الكيك، يعني معموله مخصوصه عشان الكيك. جربوها كده مع الكيك واكتبوا لي في الكومنتات النتيجه طلعت معاكم ايه. هنحط كده بس 3 4 نقط. غير كمان ان هي نكهتها حلوه جدا، يعني بتديها كده نكهه حلوه قوي. عارفه لما اللي يجي كده يدوق الكيكه ايه ده انت حاطه عليها ايه، انت عاملاها بايه؟ اللي هو الفانيليا اللي هي السايله ديت بتشيل زفاره البيض تماما، ما بتخليش فيها اي زفاره. وكمان في ايه انت قولي لي في ايه. بعد ما حطينا بقى الفانيليا مع البيض هنجيب كوبايه من السكر. للناس اللي بتحب السكر مظبوط، ما بتحب السكر زياده. لو بتحبوا السكر زياده شويه حطوا كوبايه وربع او كوبايه ونص، لكن كوبايه من السكر ده بيكون معتدل وطعمها بيكون مظبوط، ما بيكونش اللي هو سكرها عالي قوي. تمام كده. بعد كده بقى هنضرب الاول البيض مع السكر، هنضربه كده لغايه لما لونه يفتح. يلا نضربه مع بعض. بصوا بقى البيض كده ايه بقى لونه فاتح والحجم بتاعه زاد، يعني اول ما الحجم بتاعه يزيد شويه بصوا بيعمل فوم كده ويتقل، يبقى كده ايه تمام. اول نبدا بقى نضيف بقيه المكونات التانية عليه. هنضيف ايه بقى عليه؟ بصوا هنضيف ايه، هنضيف كوبايه من الزيت، كوبايه زيت. دي اتفقنا احنا النهارده هنعملها اقتصاديه بس في نفس الوقت يكون طعمها حلو ويكون ناجحه جدا. يعني انتوا لو مشيتوا على نفس التريكات كده ونفس الطريقه، لو مشيتوا مظبوط هتطلع مظبوطه جدا معاكم. تمام. هننزل بقى بالزيت، مش هننزل بيه مره واحده، هننزل بيه تدريجيا. اولا نحط شويه كده، بعد كده ايه نشغل. بصوا لما ننزل بالزيت كده تدريجيا قوام الكيك نفسه بيتقل، وكل ما يكون الخليط. وبعدين بقى انا اعمل معاكي ايه دلوقتي؟ ممكن تسكتي شويه عشان اعرف اتكلم؟ ما احنا هندوق بعد ما نعمله، استني شويه ماشي. انا غلطانه بطلعها معايا. هنجيب كوبايه من اللبن، وبرده اللبن هيكون بدرجه حراره الغرفه. احنا تمام كده. كده خليط الكيك اللي هي السوائل كلها جهزت معانا. تمام. هنشوف بقى بعد كده هنعمل ايه. بصوا بقى الخليط قوامه تقيل ازاي، مش عارفه باين ولا لا. بصوا اللي هو التقيل مش اللي هو الخفيف الميه.
تاني خطوه بقى علشان الكيكه تطلع اللي هي الناعمه، اي مصفى كده تكون ضيقه عشان ننخل فيها الدقيق. الخطوه دي مهمه جدا، دايما اقول في الفيديوهات بتاعتي ان خطوه ان احنا ننخل الدقيق دي خطوه مهمه قوي قوي قوي. يعني حوالي كوبايتين من الدقيق. كده اول كوبايه، نزلنا كده باول كوبايه. ثواني. يا نهار ابيض علينا فيه. اعمل ايه دلوقتي؟ قولولي كده اعمل ايه في اللي انا فيه. انا ليه عملتي في نفسي كده بجد؟ تاني كوبايه. ايه كمان هنحطه بقى يخلي الكيك حلو جدا؟ هنضيف معلقتين كبار من النشا، برضو هنخرهم معلقتين كبار من النشا. الدنيا طبعا اتبهدلت، بصي يعني انا ماسكه اعصابي بالعافيه عشان انا قدامكم بس، لكن انا يعني لو لوحدي كده انا وهي معاها مش عارفه انا كنت ممكن اعمل ايه. الجيران اكيد كده هتسمع صوتي. معلقه مليانه من الدقيق هننخلها برضو. دي ايه؟ معلقه كبيره من البيكنج باودر برضو هننخلها. محسن طبيعي وبيخلي الكيكه لونها فاتح. الناس اللي بتشتكي ان الكيكه لونها غامق جربوا حطوا معلقه صغيره خل، هيكون لونها فاتح جدا، وكمان بيساعد على ارتفاع الكيك. قوام المظبوط للكيكه. نعم يا فيروز. لا انا شايفين المنظر اللي انا فيه؟ عادي نكمل كأنكم ولا شايفين حاجه. هنقلب قلب 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 قلب. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنفضي خليط الكيك في الصينيه ديت. جبت ورقه زبده وحطيتها. يلا هنزل بقى الكاميرا كده لتحت علشان تشوفوا. لفه هننزل كده خليط الكيك وهنسيب شويه. طب الشويه دي هتعملي بيهم ايه يا علا؟ هقول لكم هعمل بيهم ايه دلوقتي. كفايه دوتي كتير قوي، كفايه. هنجيب كده معلقتين من الكاكاو الخام. ادي معلقه، دي التانيه. الكيك اللي هو الشوكولاته دوت هحطه في نص الصينيه، يعني في النص. بصوا كده زي ما انتوا شايفين. بصوا حطينا في نص الصينيه، وفيروز هتبوظ اي شكل هنعمله، اي حاجه حلوه هنعملها. بصوا بقى دلوقتي هنجيب معلقه كده او اي حاجه عريضه شويه، ماشي، وهنحطها كده. هنمشي الكيكه كده ونرجع كده. نفتح الفرن قبلها ب10 دقايق. الفرن تسخن حلو جدا، نخليها على نار هاديه، نسيبها نص ساعه، ما نفتحش الفرن عليها قبل نص ساعه. تمام. دلوقتي هنروح نحطها في الفرن، وبعد ما نستوي، بعد ما الكيكه تستوي ازاي، شوفوا بقى الشكل الخطير دوت. الجمال ده ولا خدت ولا اي وقت ولا اي حاجه خالص. هنشوفها بقى كده من جوه عشان هوريكم كده قد ايه طريه وقد ايه هي هايشه وحاجه كده فظيعه. كمان لسه ايه يعني دافيه كده شويه. بصوا عليه قد ايه، بصوا عامله ازاي. بصوا الفراغات بتاعتها منتظمه. بصوا انا بقطعها. بصوا هي كمان لسه سخنه شويه، طريه جدا جدا جدا. بصوا لهم. كتر خيرك يا فيروز على البهدله انت بهدلتها لنا، وعلى المرمطه انت مرمطتها لنا، والشوكولاته والكيك في كل حته في هدومنا، ماشي. لو عجبتكم الوصفه وعجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا متابعه للصفحه، واسيب لكم لينك اليوتيوب في اول كومنت. واشوفكم على خير، وباي باي. دي بوسه.